السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده جايه لكم بفيديو جديد. يلا بينا نسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونخش في الموضوع على طول. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه افضل الصلاة والسلام. زي ما انتم شايفين انا معايا سبانخ. هنعمل النهارده سبانخ يا حبايب قلبي اقتصادية من غير ولا لحمة ولا فراخ. في الاول خالص معايا حل على النار فيها مادة دهنية، ومعايا البصلة بتاعتي فرمتها في الكبة ونزلت عليها برشة ملح كده زي ما انتم شايفين علشان نحمرها. ومعايا التوم فرمته في الكبة بردك، هناخد نصه بس ما تدبل بس معايا شوية. هنعمل النهارده السبانخ يا حبايبي بطريقة سهلة وبسيطة من غير اي تعقيدات. هي سهلة عامة، الاكل كله عامة سهل، بس ايه الواحد يعمله بمحبة وحب بتلاقي كل حاجة مبسطة وبتطلع من القلب للقلب، وبيبقى الأكل طعمه تحفة وجميل ومذاقه عالي. أهو زي ما انتوا شايفين ابتدت البصلة تدبل معايا. هنزل دلوقتي بنص الثوم، وبكده حبايبي أكون نزلت بنص الثوم زي ما انتوا شايفين. هديله بقى ايه، هنشوحه مع البصل. ريحة الثوم مع البصل يا حبايبي بتبقى جميلة والله. اهو بس اللي بيحب ايه الثوم مع البصل. في ناس ما بتحبش الثوم في الاكل مع انه اساس الاكل هو والبصل. اهو زي ما انتم شايفين. ومعايا الطماطم فرمتها بردك شفشق الخلاط، ومعانا السبانخ اللي احنا هنستخدمها اللي كنت جايباها في فيديو المشتريات ام 10 جنيه. قلت ايه هعمل ايه، مش عارفه اعمل ايه، رحت مطلعها من التلاجة على حبايتين طماطم فرمتهم. قلنا ايه نعمل النهارده سبانخ اقتصاديه وانا اكلها بعيش. في طبق رز عندي بشعريه كان موجود في التلاجة فقلت هطلعه وهنسخن عيش جنبه وانا اكلها بعيش. الاكل فضل ونعمه من عند ربنا، بس ربنا يديم علينا النعمه والصحه يا رب، ويديم علينا نعمه ويحفظها من الزوال اللهم امين. زي ما انتم شايفين ابتدت تاخد اللون الجولد اهي زي ما انتم شايفين. وبكده خدت اللون اللي انا عاوزاه. هنزل دلوقتي عليها بعصير الطماطم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. هنحط شويه ميه صغيره كده وهنرب الطماطم اللي فيها دي، وهننزل عليها وهننزل بيها على الحله، وهننزل بملح وفلفل ومكعب مرق. هعمله بمكعب مرق، انا كده كده بحب مكعب المرق في جميع الاكل بتاعي. يلا بينا. وبكده اكون نزلت بالملح والفلفل، وهنزل بقى بمكعب المرق اهو زي ما انتم شايفين. هيبقى فاضل معايا ايه، فاضل معايا باقي التوم. مش هنزل بيه دلوقتي الا لما هنزل بالسبانخ بتاعتي، بنزل بيها نيه زي ما انتم شايفين. هديها تقليبه اهي، وهوطي عليها عقبال ما اقطع السبانخ بتاعتي. انا كنت عاملاها معاكم بالطشه، النهارده مش هعملها بالطشه، انا هعملها النهارده عاديه خالص، مره بالطشه ومره من غير طشه. هعمل ايه بقى دلوقتي، هقطع السبانخ بتاعتي واغسلها وهنشوفها، وهننقع معانا يعني هنعملها بمعلقه رز واحد. المره اللي فاتت مش عملتها برز بردك، انا هعملها المره دي بمعلقه رز بس ايه مع السبانخ. يلا بينا حبايب قلبي. انا هوطي عليها واقطع التخديعه واقطع السبانخ ونرجع مع بعض تاني. وبكده اكون قطعت السبانخ بتاعتي. انا قلت اوريها لكم قبل ما اغسلها اهي. وقطعت الخضره بتاعتي ربطه شبت وربطه كزبره، انا قطعتها هغسلها. قلت انا اوريكم انا معايا ايه، معلقه رز، معلقه من اللي احنا بناكل بيها. انا هغسلها وهنقعها شويه عقبال ما نغسل السبانخ بتاعتنا. السبانخ بتاعتنا نحطها في الحوض وهندعكها كويس قوي ونغسلها كويس قوي كده علشان التراب والطينه بتاعتها. في الوقت ده انا عاوزه اوريكم حاجه. ادي معايا شايفين بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. ادي التسبيكه بتاعتي جهزت اهي زي ما انتم شايفين، اسرت وتقلت والزيت بتاعها طلع. يبقى كده هي اتسبكت. بس ان انا هغسل السبانخ وهحطها فيها
مش هحط عليها ميه ولا حاجه. انا هغسل السبانخ كويس او هنزل بيها على التخديعه كده وهسيبها تنزل ميتها، وبعد كده هنحط الميه بتاعتها. انتظروني هغسل السبانخ وارجع لكم تاني. وبكده اكون غسلت السبانخ يا حبايب قلبي. بصوا شايفين الميه بتاعتها، الميه بيضه بتاعتها اهي نازله بيضه ما فيهاش اي رواسب خالص اهو زي ما انتم شايفين. انا هسيبها بس كده الصفي 5 وهنزل بيها على التخديعه بتاعتنا. شايفين التخديعه بتاعتنا اهي اتسبكت وبقت لوز العنب اهي زي ما انتم شايفين. ومعايا معلقه الرز انا غسلتها وسبتها في ميه، ومعايا حطيت ميه على النار عشان لما ازود السبانخ بتاعتي. دلوقتي انا هنزل بالسبانخ لما تصفي ميتها وهنشوفها مع بعض. وبكده اكون نزلت بالسبانخ بتاعتي وعليها الشبت والكزبره. هديهم تقليبه كده، هغلفهم بالصلصه بتاعتي وهسيبها تنزل ميتها، وهننزل عليها بايه، هنصفي معلقه الرز دي وهنحطها عليها. مش هزودها ميه الا لما تنزل ميتها خالص. وبكده قلبتها كويس قوي زي ما انتم شايفين. بصوا اهي ابتدت تهبط معايا، الحله اللي كانت مليانه هبطت اهو زي ما انتم شايفين. هتبتدي بقى تنزل الميه بتاعتها. بصوا دلوقتي انا هعمل ايه، انا هصفي الميه من الرز وهحط الرز ويبقى معايا فاضل التوم، باقي التوم، ومعايا البراد شغال الميه بتسخن فيه علشان هشوف كميه الميه اللي انا هحطها عليها واروح حطاها بعد ما تنزل كل الميه اللي فيها. بصوا اهي ابتدت تنزل زي ما انتم شايفين. يلا بينا بقى يا حبايب قلبي. وبكده اكون نزلت بمعلقه الرز زي ما انتم شايفين. هديها تقليبه كده معاها، والميه جهزت معايا زي ما انتم شايفين. وهتبقى سبانخ مع انها قرديحي بس هتبقى تحفه. الاكل اللي من غير لحمه وفراخ ده والله يا حبايبي والله جميل. مش علشان ما فيش لحمه وفراخ مش هناكل، لا، بس ربنا يديمها علينا نعمه ويحفظها من الزوال، اللهم امين. دلوقتي انا هسيبها كده دقيقتين وهننزل بالميه عليها وباقي التوم. وبكده حبايبي تكون نزلت الميه بتاعتها. بصوا شايفين اهي، بصوا اهي مع معلقه الرز هتستوي معاها. هعمل ايه دلوقتي، عذرا هنزل بقى بالميه بتاعتي اللي انا عاوزاها. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كده احنا بنحبها مظبوطه، ولا تقيله قوي ولا خفيفه قوي. خير الامور الوسط زي ما انتم شايفين. حط لها شويه ميه كمان وهسيبها بقى ايه، وهنزل بباقي التوم. وبكده اكون حطيت التوم واديته تقليبه. الله 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 على الريحه. والله يا جماعه يا ريت تكونوا معايا تشموا الريحه بتاعت الاكل، مش عشان اللي انا عاملاه، لا والله العظيم هي بجد بجد ريحتها جميله واكيد طعمها هيبقى احلى. دلوقتي انا هعمل ايه، انا هغطيها وهوريكم حاجه كده. احنا غطيناها شايفين. انا بعد ما قبل ما اي حاجه تتوسخ انا لازم اغسلها اهو زي ما انتم شايفين. الحاجه بتاعتي دي المعلقه انا لسه حطاها دلوقتي علشان انا شلتها. انا هقلبها بس بردك هغسلها وارجع استخدمها وهي نظيفه. ماشي، شايفين المطبخ بتاعي، ادي المطبخ اهو، ادي ارضيته. انا ما بحبش ان انا اعمل حاجه وتبقى كلها سلق بيض، لا، اهو زي ما انتم شايفين. ده الخس بتاعنا اللي كنا حاطينه مع الاكله الشعبيه اهو. لازم كل حاجه تبقى بنظام وبترتيب.
وادي الباسكت بتاعي، حتى بردك من تحت الحوض الحاجه بتاعتي اهي زي ما انتوا شايفين، والبوتاجاز بتاعي علشان انا اي حاجه بتتبهدل مني بغسلها على طول، مش بكوم وخلاص. عشان بيقولوا ان انت بتقعدي فتره في المطبخ، انا بقعد فتره علشان الحاجه بتاعتي اللي بتتوسخ لازم اغسلها، مش ان انا عملت وبعد كده اكون ايه خلاص انا عملت والحوض بتاعي مليان مواعين. لا الحمد لله، ربنا يديمها عليا نعمه. النظافه صحه جميله جدا يا حبايب قلبي والله. زي ما انتوا شايفين اي حاجه اتوسخت، ده كان فيه طماطم، ودي اللي انا قطعت فيها السبانخ، ودي الكبه، وده الشفشق، ودي كانت طاسه كان فيها فول كنت مسخناه علشان الفطار، ومعايا الصينيه اللي انا استخدمتها. يعني المواعين اللي كانت بتتوسخ على طول بغسلها وبتتصفى وبروح شايلها، يعني قدام عقبال لما السبانخ تستوي هتكون المواعين دي صفت، واللي مش هيكون الصفى انا بمسحه بقماشه وبرصه، وبتبقى الحوض بتاعي والمطبقيه بتاعتي رايقه مش فيها اي حاجه. بس زي ما قلنا هي المعلقه دي اللي انا لسه حطاها دلوقتي وهنغسلها علشان نبقى نقلب بيها. وبكده حبايبي يكون المطبخ بتاعي زي ما انتوا شايفين اهو. ماشي انتوا بتعملوا كل حاجه بسرعه، بس بيبقى وراكوا حاجات، وراكوا ديول بمعنى اصح. انما انا لا، انا مش عندي حاجه ديل ليها ديل، كل حاجه نظيفه ومغسوله ومتنظمه، والحمد لله ان انا بعمل كل حاجه لوحدي، محدش بيعمل معايا حاجه. زي ما انتوا شايفين كده ادي يا حبايب قلبي، زي ما بقول لكم الحمد لله ان انا بعمل الحاجه لوحدي، محدش بيساعدني ولا بيعمل معايا حاجه اهو. وادي السبانخ شغاله هتستوي بقى وهنشوفها مع بعض. بس اهم حاجه مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي الصغيره تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناه. انتظروني هتستوي وهرجع لكم تاني. وبكده حبايبي تكون المواعين بتاعتي اتصفت وشلتها، والمعلقه اهي غسلتها، والحوض بتاعي نضيف زي ما انتوا شايفين كده. الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا على نعمه النظافه زي ما انتوا شايفين. وادي بردك الحاجه اللي تحت الحوض اهي انا بوريها لكم، الحاجه كلها نظيفه الحمد لله ولله الحمد. كل واحد بقى عنده باسكت بردك فيه، معلش سوري في اللفظ، مسله مهملات. يلا بينا دلوقتي بقى نشوف ايه السبانخ بتاعتنا. شايفين هنعرف انها استوت ازاي لما يكون الرز بتاعنا استوى، لان هي كده كده ما بتاخدش سوا اهي زي ما انتوا شايفين. السمك بتاعها كده معقول قوي، وهي بالنسبه ليا استوت اهي. الله 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 على الريحه اهو زي ما انتوا شايفين. وبكده هنشوف بقى الاكل مع بعض في التقديم. طبق الرز هنسخنه وهنسخن عيش وهنشوف في الاكل في التقديم. يلا بينا حبايب قلبي، هي كده استوت انا هقفل عليها. عفوا معلش بردك لسه التعب اثر فيا، هي الكحه بس ربنا يسترها. ادي كده السبانخ بتاعتي استوت، انا هقفل عليها وهنسخن الرز والعيش وهنشوفهم مع بعض في التقديم. وبكده حبايبي تكون السبانخ بتاعتي استوت وجهزت اهي زي ما انتوا شايفين، جميله والله وتحفه، طعمها مية مية. جوزي دقها قال لي والله تحفه. ومعانا طبق الرز اللي احنا سخناه كان موجود عندي من باقي اكله، فحطيتها في التلاجة فجالها وقت حطيتها مع السبانخ. ومعانا العيش البلدي عشان زي ما قلت لكم ان انا هعمل السبانخ اقتصاديه وهناكلها بايه بالعيش، بس طلع عندنا طبق رز فقلنا هنقضي الغرض بيها. وزي ما انتم شايفين بصوا المطبخ اهو، ادي الطبق اللي كان فيه الرز غسلته، والحوض بتاعنا نضيف، وغيرنا الكيس بتاع سلة المهملات، وادي البوتاجاز بتاعنا نضيف اهو زي ما انتم شايفين، عليه البراد على طول عشان بتاع الشاي، والحله بتاعه السبانخ اهي. بصوا ادي السبانخ اهي، وادي الرخامه بتاعتنا زي ما انتم شايفين، كله على الطبيعه، والارضيه بتاعتنا نظيفه وجميله. ومعانا الخس اللي كنا جايبينه
وده الاستفند اللي كنت جايباه 3.5 بالعشرة، ده اللي فاضل منه، كنت جايباه مع فيديو المشتريات بتاع السبانخ. كانت السبانخ كنت جايباه ب10، وده 3.5 بالعشرة. وبكده حبايبي اكون وصلت لنهاية الفيديو، بس مش تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس علشان يوصل لكم مني كل جديد، وعيلتي الصغيرة تكبر بيكم يا احلى متابعين ومشاهدين القناة. ولغاية ما ارجع لكم بفيديو اخر، اسيبكم في رعاية الله وامنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.